اهلا بيكم حبايبي الحلوين في كبسولة لطف. النهاردة هنقدم لكم كتاب 7 سنبلات للكاتب محمد ابراهيم. تقديم الكتاب بيقول: نهاية يوم اخر، 7 مساء. اجلس في شرفتي متأملا تلك السنوات التي مضت من عمري، وهي تلوح لي بعيدا جدا بين عدد لا نهائي من الذكريات والمشاعر المتضاربة، والكثير جدا من الأمنيات الراحلة، والقليل من الأمنيات المتحققة. أجدني أتساءل بيني وبين نفسي: هل أنت سعيد الآن؟ تجيبني ضحكة بعيدة تطلقها ابنتي الصغيرة، تقاوم في دلال محاولات أمها الباسلة لإطعامها ملعقة صغيرة من علبة الزبادي بين يديها. ترد على سؤالي ضحكة تلك الطفلة الصغيرة المشاكسة مثل أبيها لتقول لي: وكيف لك ألا تكون سعيدا؟ نعم، رغم كل شيء أعترف لنفسي بأني سعيد. سعيد بالتجربة والمحاولة، سعيد بالإخفاقات والمحاولات المستميتة البقاء حيا وسط كل هذا العالم الصاخب المليء بالحزن والوحدة والخيانة والكذب والحقد الدفين وافتقار المسؤولية ومحاولات الجميع من حولك لإفشالك وتثبيط عزيمتك. سعيد رغم رحيل من رحلوا وبقاء ذكرياتهم الحزينة تتراقص حولي كل يوم. سعيد لأنها تذكرني كل دقيقة من أنا ومن كنت ومن أريد أن أكون. العمر ساحة حرب مستمرة، صغيرة أحيانا لا تزيد على بعض المناوشات العادية مني أو منها، وكبيرة ملحمية دامية في أوقات أخرى. لكن بعد أن تعرفت على نفسي في نهاية المطاف، اكتشفت أنني لو لم أخض كل هذه المعارك والانكسارات والهزائم والانتصارات لم أكن ما أنا عليه الآن. سعيد لأنني راض بما قسمه الله لي في النهاية من خبرة التجربة، فلولاها لم أكن لأعلم قيمة النفس البسيط الذي أتنفسه، والضحكة الرائعة التي تطلقها صغيرتي الآن، وجملة خلي بالك من نفسك التي تطلقها صغيرتي الأخرى، زوجتي، ونصفي الآخر في كل شيء. ومن رحم التجارب والانكسارات أغنيات البقاء والوداع وكلمات الذين رحلوا ووعود الذين بقوا للنهاية، أحكي لكم عن السنبلات ال7 الذين قابلتهم في حياتي. في بداية كل علاقة دائما ما يكون هناك أمل ووعود مبهجة بالسعادة اللانهائية، ورغم أننا نعلم جميعا أن هذا في الغالب غير حقيقي، فالحياة ليست بجنة. عندما أمر الله عز وجل أبانا آدم بالنزول إلى الأرض، قال سبحانه وتعالى: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تخبرنا الآية الكريمة بأمر شديد الأهمية، أن الله سبحانه وتعالى أمر آدم وزوجه تكليفا بالهبوط، لنعرف أن هذا الخطاب موجه إلى آدم وذريته جميعا إلى يوم القيامة. جاء أمر الهبوط بصيغة مثنى، وما دامت هذه بداية التكليف فهناك طرفان سيواجهان بعضهم. الطرف الأول هو آدم وزوجه، والطرف الثاني هو إبليس، وهذا ما وددت أن أتحدث عنه. فليس من اللائق لجنسنا البشري الذي اصطفاه سبحانه وتعالى أن تتحول معركتنا الطويلة مع إبليس إلى معارك شخصية بين الطرف الأول وبعض. لماذا نترك الكذب يسيطر على حياتنا بهذا الشكل؟ لماذا نتبادل التهم بالخيانة والجفاء والهروب من المسؤولية والأنانية؟ لأننا دخلنا كل هذه العلاقات والهدف الأوحد منها هو الإحساس بالأمان والسعي وراء السعادة المشروعة، تطبيقا لقوله سبحانه وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. كيف لنا أن نرتكب هذا الجرم في حق بعضنا؟ السنبلات ال7 التي سأتحدث عنها سأحكي لكم فيها بكل أمانة رأيي الشخصي وخبرتي الشخصية، وما رأيته بعيني أو عشته مع المحيطين. سنبلات 7 خضر
إما أنها تحيي العلاقة وتسير بمركب الطرف الأول إلى شاطئ الأمان، أو سنبلات يابسات تمتص دماء العلاقة مهما كانت قوية، نميتها مهما حاولنا أن نرويها. فأساس العطش هنا هو عطش المعلومة وافتقار الحكمة ونقص الخبرة والتجربة. ومما لا شك فيه، كما سأكرر دوما، أن ما سأقوله هنا هو رأيي الشخصي مبني على تجارب شخصية، وليس معادلات فيزيائية رقمية لا تخضع للجدال أو النقاش. على العكس، بل هي تختلف ميزانا وتطبيقا من شخص لآخر، ومن علاقة لأخرى، ومن بيت وبيئة لأخرى، لكنها، وهذا ما أظنه، تلاقت مع الكثير جدا من المشاكل التي رأيتها وعشتها دوما في حياتي وحياة الآخرين.